في حياتك ممكن تسمع عن حاجة مش قادر تفسرها، هتقول أكيد في تفسير. ممكن تقول الناس بتبالغ، بس لما تسمع القصة دي صدقني مش هتقدر تقول إن في حاجة من دول. القضية دي فيها حاجات ولعت الدنيا وجننت الشرطة، لأن القضية دي اتفحصت واتحقق فيها وما اتحلتش، وفضلت بدون تفسير لأكتر من شهر، لحد ما حد واحد بس، واحد من بين كل اللي حققه، لاحظ حاجة صغيرة ملهاش أي لازمة. هي دي اللي حلت القضية. هقولك ايه هي بس مش دلوقتي. الضحية عم صابر نجار 58 سنة، ساكن في حارة الوراقين في بولاق من 30 سنة. الراجل ده مش نوع الناس اللي بتختفي، ما عندوش أعداء، ما عندوش مشكلة مع حد، ملوش ديون عند حد أو عليه، وما فيش عنده أي ميراث أو فلوس حد يطمع فيها. الصبح بيفتح دكانته، بيشتغل، يتغدى من عند العربية اللي قدام العمارة، آخر النهار يرجع بيته يتفرج على النشرة وبينام. الجيران اتعودت على صوته، صوت الشاكوش والمطرقة على الخشب من الصبح بدري، وبالليل صوت التلفزيون وكحة عم صابر اللي الحارة كلها عارفاها. ما كانش حد بيلاحظه لأن ما فيهوش حاجة تلفت الانتباه، وده بالظبط اللي خلى سبب الاختفاء مش طبيعي ومش منطقي. لأن دايما اللي بيختفي بيكون في حاجة قبلها، خناقة، مشكلة، خلاف مع حد، حتى هو تغيير في سلوكه. بس عم صابر ما كانش فيه أي حاجة من الحاجات دي، وده اللي وقف التحقيق في أوله. يوم الجمعة 12 أغسطس 2022 ناس الحارة سمعوا الساعة 9 بالليل عم صابر كان بيذكر ربنا وهو بيدقدق على حاجة في بيته، خشب تقريبا، وده آخر صوت سمعوه منه. السبت الصبح أم محمود الست اللي جارتهم في الحارة لاحظت إن دكانه مفتحش، ودي حاجة مش طبيعية خالص. اتأخر ساعة، 2، 6 ساعات، طول النهار فضل قافل. أم محمود طلعت وقالت تخبط على الباب تشوف فيه ايه. خبطت مرة مفيش رد، التانية برضه مفيش. جريت أم محمود، خافت الراجل يكون مات ولا حصل له حاجة، نادت على الجيران وجابوا حد يكسر الباب. دخلوا، وهنا الغريب، الأوضة مترتبة، الفنجان على الترابيزة، الغلاية اللي على النار اتطفت لوحدها، التلفزيون على الهادي خالص، وعم صابر مش موجود. الشرطة جت في نص النهار. أول سؤال سألوه الباب كان عامل ازاي لما دخلته. أم محمود قالت مقفول من جوه بالترباس. وهنا التحقيق شبه وقف، لأن الإجابة دي وراها حاجة من اتنين: يا إما كان جوه وخرج من خلال حاجة غير الباب، أو إنه لسه موجود لحد دلوقتي وما خرجش، والاتنين مستحيل، وهتعرفوا ليه دلوقتي. الشقة دي أوضتين وحمام، دور تالت في عمارة قديمة ملهاش أي باب تاني، هو واحد بس. الباب كان مقفول بالترباس من جوه. الشباك الوحيد في الأوضة الكبيرة بيطل على حوش العمارة، والحوش ضيق، مفيش حد يقدر ينزل من الدور التالت من غير ما يكسر حاجة أو ما يطلع صوت، أو حتى من غير ما حد يشوف. الجيران في الأوضة اللي جنبه ما سمعوش أي حاجة بعد الساعة 9. مفيش صوت باب، مفيش خطوات، مش كلام، مفيش حتى صوت التلفزيون اتقفل. النيابة جت والمباحث جت، فتشوا الشقة من أولها لآخرها، مفيش أي أثر لعنف أو مفيش حاجة ناقصة من أي غرض من أغراضه. حتى شباشبه كانت موجودة جنب الباب. ازاي راجل دخل بيته اختفى من جوه البيت؟ حتى لو طلع، ازاي شباشبه لسه زي ما هي؟ وهنا الشرطة وقفوا قدام سؤالين. السؤال الأول: ازاي حد خرج من شقة مقفولة من جوه؟ والسؤال التاني: طب لو ما خرجش هو فين؟ فتشوا الشقة تاني وتالت، فتشوا كل حاجة،
الدواليب، تحت السرير، الحمام، السطوح. وصلت بيهم ان هما كانوا بيكسروا في حتت في الأوضة، في الحمام. فضلوا أسبوعين بين السؤالين، مش عارفين يجاوبوا على ولا واحد فيهم. بس في حاجة واحدة بس واضحة، إن في حاجة مخفية وفي حد عارف الإجابة. القضايا اللي زي دي الناس المحاطين بيها هم الخيط الأول. ابن عم صابر حسن عنده 35 سنة، ساكن في نفس الحارة. قال أبويا راجل هادي جدا، بيشتغل وهو ساكت، ما عندوش أعداء مع أي حد في الدنيا، ما كانش بيتخانق مع أي حد. بس في شهادته في كلمة قالها سجلها الضابط. قال كان عنده خناقة مع جاره الأسبوع اللي فات، وكمل عادي الكلام. بس الضابط الجملة دي وقفته. اللي اتخانق معاه ده اسمه أبو العلا، جاره، صاحب محل سجاير في الدور الأول. راجل في الخمسينات، وشه ما بيقولش أي حاجة غريبة، ما فيش شك، ما فيش حاجة، غلبان زي حالاته. لما سألوه ايه سبب الخناقة، قال بسيطة، دي كانت على ركنة العربية وخلصت في ساعتها يعني. ورد السؤال وهو باصص على الترابيزة. الضابط لاحظ حاجتين: الأولى ما بصش في عينه وهو بيتكلم، والتانية كان في جرح على ايده لسه مجروح حالا في كف ايده اليمين. ولما سألوا ايه ده، قالوا ده من الشغل. الضابط كتب الملاحظتين دول وسابه، بس منسيهمش. الشرطة حققوا مع كل واحد في الحارة، وجه الحاج مصطفى، ودي كانت الشهادة اللي فتحت الأبواب. قال أنا سمعت صوت كلام من شقة عم صابر الليلة دي حوالي 9:30 كده. ورد المقدم قال له صوت مين؟ قال له صوتين، بس ما فهمتش الكلام، فكرت انه التلفزيون. وبعد شهر من التحقيق دي كانت أول ملاحظة ياخدها المقدم. يعني عم صابر ما كانش لوحده، كلموا كل الناس اللي ممكن زاروه الليلة دي، مفيش حد اعترف، كلهم إلا أبو العلا. سأل أبو العلا زرت عم صابر الخميس بالليل؟ قال لأ، كنت في البيت. قالوا له مين كان معاك في البيت؟ قال مراتي. اتصلوا بمراته وقالت كان معايا من بعد المغرب. القضية شكلها مقفول، بس المقدم إبراهيم اللي كان مسؤول التحقيق ولسه مستلمه بعد ما اتقفلت في وش الضابط ما اقتنعش. إبراهيم راجع كل الشهادات من تاني، مرة أبو العلا والمغرب والحاج مصطفى. أبو العلا مراته قالت كان معايا من بعد المغرب، والمغرب في أغسطس حوالي الساعة 7. الحاج مصطفى سمع الصوتين 9:30، يعني في 2.5 ساعة. ممكن أبو العلا يطلع ويرجع من غير ما مراته تلاحظ، بس في مشكلة. الحاج مصطفى في الدور التاني ومحل أبو العلا في الدور الأول. لو أبو العلا طلع من محله هيعدي على سلم العمارة، والسلم ده بيعدي قدام باب الحاج مصطفى. فإبراهيم سأل عم مصطفى تاني: انت سمعت الصوتين من جوه بيتك ولا من بره عم مصطفى؟ عم مصطفى قال له: لا، انا كنت واقف على الشباك. الشباك بيطل على الحارة مش على السلم، يعني حتى لو حد طلع على السلم عم مصطفى مش هيشوفه. وكده احتمال وجود ابو العلا لسه قائم ويمكن بيزيد، بس مفيش دليل مادي، وده اللي كان ناقص. إبراهيم حس إن الموضوع كبير وإنه أول مرة يكون عاجز. طلع من مكتبه وساب شغله وجي وقف قدام البيت بتاع عم صابر. وقف قدام الباب لوحده من غير ما يدخل، بص في الباب وفي الحيطة وفي الأرض، وبص على ترباس حديد قديم من النوع اللي بتلاقيه في كل حارة في مصر، بيتحرك على جنبه ويدخل في الحلقة. إبراهيم قعد يفحص فيه، حط ايده في الحلقة ولف الترباس، فكر في كل الطرق الممكنة ازاي يقفل الباب من بره. كسر في الباب مفيش، شباك تاني برضو مفيش. طب حد استخبى جوه؟
احنا فتشنا أكتر من 10 مرات من بعد القضية مباشرة، مستحيل يكون جوه. وبعدين بص تحت الباب، المسافة ما بين الباب والأرض حوالي 1.5 سم. وهنا جت في دماغه فكرة، طلب خيط رفيع من الناس اللي حواليه، ربطه في الترباس ومرره من تحت الباب بالراحة خالص، ووقف بره وسحب الخيط. المفاجأة ان الترباس اتقفل لوحده. إبراهيم وقف لحظة، بس مش من المفاجأة، عشان فهم وصرخ لقيتها. الطريقة مش معقدة، بس محتاجة حد عارف الشقة دي، عارف نوع الترباس وعارف المسافة بين الباب والأرض، وعارف ان محدش هيبص تحت الباب. اللي حصل، حد جه وزار عم صابر، دخل عادي جدا، ولما خلص ربط خيط رفيع في الترباس وشده من بره جامد. الخيط اتقفل واتفك من على الترباس واتسحب. سحب الخيط كله، بس الخيط الرفيع من تحت الباب ما يبانش، خصوصا لو الأرض فيها تراب، ومستحيل حد يبص تحت الباب. بس السؤال الأهم، ايه الدليل على ان ابو العيلة هو اللي عملها؟ وليه ابو العيلة هو اللي في دماغي بس؟ إبراهيم فكر في الخيط الرفيع لما يتسحب بسرعة بيعمل احتكاك جامد على كف الإيد. الاحتكاك ده هيعمل جرح على الأقل 4-5 سنتي، مش كبير بس هيبان في الإيد. هيبقى جرح أفقي بالعرض طوله من 3-5 سنتي أقل حاجة. وافتكر كان في جرح على إيد أبو العلا سجله الضابط وهو بياخد أقواله. الحبل ده زي ما يكون من خيط رفيع واتجر. إبراهيم رجع صور الاستجواب الأول. الجرح عند أبو العلا مطابق تماما للي في دماغه. ده مش جرح شغل عند محل صاحب سجاير، ده مش جرح من شغل صاحب محل سجاير. وفي الأرض تحت الباب لما بصوا كويس لقوا أثر خفيف، خيط رفيع في التراب، زي ما يكون حاجة اتسحبت من جوه لبره. قدموا أبو العلا للنيابة تاني. في الأول أنكر، قال الجرح ده من الشغل، وقال أنا كنت في البيت ومراتي شاهدة. بس لما إبراهيم ضغط عليه بشكل غير مباشر وبأساليب هم عارفينها كويس، وواجهه بالطريقة وورى صورة الجرح، سكت. قعد دقيقة كاملة ساكت، وبعدين انهار. وهنا اعترف الخناقة ما كانتش على الركنة. أبو العلا ما كانش صاحب محل سجاير، أبو العلا كان بيستخدم المحل في حاجة تاني، حاجة شمال. عم صابر لاحظ، وأول ما لاحظ اتكلم، ومرضاش يروح لحد غريب. ده راح لأبو العلا نفسه وواجهه، ودي كانت أكبر غلطة. أبو العلا حذره وعم صابر مسمعش. الخناقة الأولى كانت التحذير الأخير. لما عم صابر مرجعش عن كلامه، أبو العلا خد القرار. الخميس بالليل طلع من محله للدور التالت، دق الباب وعم صابر فتح له. دخل الكلام عادي وقاله إنه عايز يرضيه. ولما أبو العلا خرج من الشقة، عم صابر ما كانش موجود، وكانت كل حاجة انتهت. بعد التحقيق والتدوير، عم صابر لقوه بعدها في 10 أيام في أرض فاضية على أطراف المنطقة كده، خرابة صغيرة. واللي فتح القضية واللي كشف كل حاجة حتة تعويرة في الإيد، جرح صغير. والخيط الرفيع ده اللي حل المستحيل. وهما بيسألوا المقدم إبراهيم بعدها ازاي عرفت تبص تحت الباب وليه فكرت في الخيط، قال رد غريب، قال أنا 25 سنة في الشغل ده، اتعلمت حاجة واحدة بس، اللي بيعمل جريمة ذكية بيفكر ان في كل حاجة هو عملها مفيش أي غلط، كل التفاصيل، كل الأبواب، كل حاجة بيمسح أثره منها، بس دايما في حاجة صغيرة ما بيفكرش فيها. أنا بقى بدور على الحاجة دي. وقف وقال الجرح على راحة كف الإيد اللي عند أبو العلا ده مش دليل قانوني واضح على فكرة، دي حاجة شفتها بخبرتي. الفرق ما بين الاتنين بيحدد مصير القضية، ولو ما كانش انهار وكمل كلام لوحده ما كنتش اقدر احلها. وانا من بعد ما سمعت القصة دي بصراحة مش قادر ابص في اي باب مقفول من غير ما اسأل هو مين كان هنا قبلي، وايه اللي اتسحب من تحت الباب، وايه الحاجة الصغيرة
اللي محدش فكر فيها. في النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واكتبوا لي في الكومنتات لو في اي حاجة عايزين تسألوا عليها. مع السلامة.